السلام عليكم. الناس اللي مش عارفة القناة بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن مساعدة المحتاجين على قد ما بقدر وعلى قد استطاعتنا. بفضل الله وكرمه احنا شغالين اطعام، ودي احلى حاجة احنا بنعملها تقريبا، هو اطعام الطعام على اليتامى وعلى المساكين. الحمد لله يا رب، بفضل الله وكرمه ثم اهل الخير شغالين على حاجات كتير قوي. قبل ما ابتدي واحكي لكم قصه الاطعام، انا طالبه بس طلب من كل اللي يشوف الفيديو يدعي لابويا بالرحمه والمغفره. الله يرحم ابويا رحمه واسعه ويرحم المسلمين جميعا يا رب، ويدخل ابويا ويدخل المسلمين جميعا جنه الفردوس الاعلى من غير سابق عذاب، ويجعل عملي كله خالص لوجه الله، وكل عملي في ميزان حسنات ابويا. الله يجعل كل خطوه بخطيها في ميزان حسنات ابويا، تعلي بيه مراكزه يا رب في الاخره. يا رب يا رب كل خطوه بخطيها في الخير تعلي مراكز ابويا في الاخره يا رب، وتبدل داره وتبدل المكان اللي هو فيه للاحسن. الاطعام، فكره الاطعام جميله، واحنا شغالين عليها ومش بنبطلها، شغالين على حاجات اساسيه. الاطعام، وصلات الميه، تجهيز العرايس، طبعا غير الكرب اللي بيجي لنا فجاه. ده بفضل الله يمكن دول اكتر 3 حاجات احنا شغالين عليهم اساسيات: الاطعام، تجهيز العرايس، وصلات المياه. ده بفضل الله وكرمه. قريب جدا هنتكلم على موضوع العرايس، خلينا بس في الاطعام دلوقتي. عملنا 62 اسره اطعام ل 62 اسره. الاطعام كلفني اكتر من 7000 جنيه بفضل الله وكرمه حقيقي. ثم اهل الخير دول اللي هم اصحابي، جزاهم الله الجنه ونعيمها، يعني جزاهم الله الجنه ونعيمها حقيقي. الاطعام عشان هم عارفين الاطعام ان بيزيل النقمه، الاطعام بيوسع الرزق، الاطعام بيفك الكرب. طبعا الصدقه عموما جميله، اطعام حبا في الله. ففي ناس بتيجي تجيب لي 10 وجبات، تقول لي هبه طلعيهم اطعام. فانا بحب اسال الناس كده، بتعلم منهم برضو، عايز تطلعوا بنيه ايه؟ ففي ناس تقول لي مخنوق شويه، انا في ضيقه شويه، انا في كرب. وفي ناس تقول لي انا بعمله حبا في الله، انا بعمله عشان خاطر بحب ربنا، انا بعمله عشان خاطر ادخل الجنه. في ناس تقول لي انا بعمله عشان خاطر لابويا يوصل لابويا في اخرته. بحب اسمع نوايا الناس يعني، فببقى مبسوطه بصراحه قوي، لان الناس وهي بتقول لي ببقى بتعلم منها ان المره الجايه اعمل بنيه كذا، المره الجايه اعمل بنيه كذا، وهكذا. عملنا 62 اسره بفضل الله وكرمه. عارفين يعني ايه 62 اسره؟ 62 اسره في 4 أو 5 أفراد. الأسرة من 4 ل5 أفراد. ممكن والله العظيم ممكن فرد واحد بس يقول لك روح يا شيخ إلهي يطعمك زي ما أطعمتني في الجنة، روح يا شيخ إلهي يرزقك خير الدنيا في الدنيا وفي الآخرة، يا روح يا شيخ إلهي يسترك، روح يا شيخ إلهي. ودي الكلمة دي على فكرة بتتقلي حقيقي. اللهم اطعم من أطعم الناس، اللهم ارزق من رزق الناس، اللهم يسر للناس الخير كما يسروا على الناس الخير. كل اللي شارك في الإطعام جزاكم الله خير الجزاء.